يوم سعيد. اليوم نقدم لكم موضوعاً يهمنا جميعاً، وهو حماية المحيط في تونس. إليكم التفاصيل مع الزميلة ياسمين. أهلاً بكم. هل تعرفون المشروع الجديد الذي يهتم بجمع ورسكلة العلب في تونس؟ تعالوا معي لنتعرف على أطوار هذه العملية. نضغط أولاً على العلب الفارغة هكذا، وبعد ذلك نضعها في حاويات خاصة وضعت في شوارع المدينة بأماكن مدروسة. هذا حوض بيلكر الذي يفصل فيه الكرتون عن المواد الأخرى المكونة للعلب كالبلاستيك والألومنيوم، وهكذا نسترجع هذه المواد لنستفيد منها في صنع الكثير من الأشياء. والآن ليس لنا إلا أن نساهم في إنجاح هذا المشروع الرائع، وبقدر ما نساهم في جمع العلب بقدر ما نقلص من النفايات الملقاة في المحيط. حماية محيطكم بين أيديكم.